بعدين الاخ الرئيس، اخواننا في بنك التسليف جزاهم الله خير، وانا ادري المواطنين حريصين ايضا على مصلحه المواطن، لكن بالنهايه يطبقون القانون. يحاسبون الانسان على ورثه، يبون ياخذ ورثه ما يصرف منه فلس احمر يحطه بارض عشان يشتري بيت، لا يبون يعطي هديه لها، لا يبون يشتري سياره، لا ما ياخذ ورثه اكيد من اول ما ياخذ بيوسع العمره شوي. فيحسبون هذا الواقع يا جماعه، تكلم على الكويتيين، اعطى المراه شيء تشتري، شرى لها سياره جديده وتكشخ شوي راح منها 20 30 الف، قالوا خلاص يا جماعه ما يصير، مو منطق هذا. يعدون عليه ورثه بالفلس خلاص 140 الف، لان حساب البنك بهالطريقه من اللي تاخذه من ورثك من ولادتك من وفاه الوارث يحسبون عليك، ولا يحسبون ان متطلباتك الطبيعيه والامر طبيعي انك راح تصرف منها. ومو بالضروره كل اللي يعرفون بالتجاره يا ابو ناصر، في ناس لا يعرفون بالتجاره، ياخذ ويصرف، يبقى له شيء يحط في ارض يقول له اخصم منه، فيتضايقون المواطنين، وهذا الواقع. رفع السقف الى 200 الف سيوسع على المواطنين الكويتيين، وسيزيد الشريحه اللي تستفيد من قرض بنك التسليف كاملا. وانا امل من الاخوه ايضا هذا حل جزئي، الحل الرئيسي بان الارض تكون سعرها مناسب وفي متناول يد المواطن الكويتي، وهذا دورك يا ابو ناصر والحكومه الرشيده بان توفر الاراضي بوقت مناسب، وامل ان نرى ذلك على يدك بعد الله سبحانه وتعالى. شكرا لك الرئيس.